حنا اليوم في هذا اللقاء هذا التواصلي مع الفلاحه ديال القردان اطار جمعيه المستقبل نظمته الغرفه مع الجمعيه على اثر هذا النقص الحاد في المياه اللي كاينه في البراج. والصراحه الريكلاماسيون ديال الفلاحه لان هاد 10,000 هكتار وهاد 650 ضيعه ولا 670 ضيعه اللي مهدده بالجفاف. وكما كتعرفوا ان المنطقه القردان المورد الوحيد ديالها ديال الماء هو البراج ديال اولوز. وهذا النقص اللي كاين في الحد وتعلموا يعني الفلاحات تعلموا من خلال الفلاحه واللجنه الجهويه اللي دازت الاخيره كتقول بان البراج غادي يتوقف التزويد ديال المنطقه في اخر اكتوبر. والناس مخلوعين ما عارفينش المصير ديالهم من بعد هاد خاصه هاد التساقطات المطريه ما كايناش. وكذلك بزاف ديال النقاط اللي عندها اشكاليه مرتبطه مع القطاع الفلاحي بصفه عامه واللي عندها لا في الاعانات لا في الدعم بصفه عامه في هذا الشيء ديال الغلاء ديال المدخلات هذا الشيء ديال الامراض. يعني كان واحد النقاش كبير ولكن على الخصوص كان الاشكاليه ديال الماء. كذلك التعامل مع شركه امانسوس المدبره للماء في المنطقه كاينه واحد الزياده ديال 10% اللي تزادت في الثمن ديال العام اللي فات نظرا ان الكميات الموزعه قليله وزاد الثمن لان الشركه كتقول لك انا الا ما وزعت خصني نزيد عليك الثمن. وجاتهم غريبه انهم ما ياخذوش الماء ويزيدوا ثمن يزيدوا في الثمن. جاتهم غريبه واخا هي فيها التعاقد ولكن الظرفيه ديال الزلزال والظرفيه ديال الجفاف والظرفيه العامه ماشي وقتها هذا. والناس يستنكرون هذا الشيء اللي كاين. وحنا حاولنا نطمنوهم ونقول لهم بان راه الحوار باقي مع وزاره الفلاحه ومع الشركه باش نشوفوا شنو هما الحلول اللي ممكن يقترحوا علينا باش نتفاداو هذه الاشكاليه. كاينه اشكاليه كذلك ديال الفوطره وديال الكونطرا اللي كاينه. الفلاحه بغاو يمشوا باش يديروا اعاده النظر في هذه العقده هذه باش ان شاء الله حتى هي تكون في لا غالب لا مغلوب ويكون فيها انصاف بالنسبه لهم. واشنا هو اللي ممكن تقترح ولا ما بغيت تقطع عليك ما زعما الاقتراحات العمليه الانيه ما بانش ليا. ما كاينش لا ناب الفرشه المائيه في المنطقه ديال ولاد تيمه وهواره وهاد الجامعات المجاوره ما بقاتش يعني الماء ما كاينش في لاناب. البراج الا تقطع نطلبوا ربي يعوض الناس خير لانه استثمارات كبيره جدا. يعني محطات في الكبار كاينين في هذه المنطقه الضيعات الخيره كاينه في هذه المنطقه الانتاج الموجه للسوق الداخلي الوطني في هذه المنطقه. يعني اشنو غادي نديروا ما الغالب الله. ولكن الناس كيقول لك ودي خصنا الدوله تشوف فينا بعين الرحمه وتوفر لنا حتى حنا واحد المحطه ديال تحليه ماء البحر لهذه المنطقه لانقاذ ما يمكن انقاذه. لان عارفين بان بحال هذه الاستثمارات خاصها واحد دراسات وتمويل وانجاز المشاريع يعني خاصها شويه ديال الوقت. وحنايا كنحاولوا نتواصلوا مع الناس باش نشوفوا الا قدرنا ان شاء الله ننفذوا هذا المشروع وفي اطار استراتيجيه ديال الماء البرنامج الوطني للماء اللي عطى الانطلاقه صاحب الجلاله الله ينصرو مشكور لان احنا الثقه ديالنا بعد الله تعالى في سيدنا. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.